السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخ انا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزة اقول لكم ان انا بفرز اليومين دول تفريزات لرمضان وعشانكم طبعا. وقلت قبل كده مش شرط رمضان، لأي ست بتشتغل او اي واحدة عاملة يعني موظفة ما عندهاش وقت ان هي كل يوم تجيب اكل وتعمل اكل. الطرق دي للاكل سهلة جدا وبتسهل عليها وقت ومجهود وحاجات كتير جدا جدا. دلوقتي انا طبعا كنت جايبة الطماطم فرستها بالبصل، وجبت البزلة وجبت فراولة وجوافة، وقلت لكم هعمل لكم حلقه البطاطس. النهارده هعمل حلقه البطاطس. يلا بينا هوريكم هفرز البطاطس المحشيه ازاي وبطريقه سهله جدا جدا وهتعجبك قوي. وطبعا زي ما انتم شايفين انا جايبه البطاطس الحجم الصغير ده، لان هي دي اللي بتنفع في الحشو. ما ينفعش اجيب الكبيره، مش بتبقى حلوه خالص. اهي بتبقى جميله كمان زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا قشرتها اهي، قشرتها كده، قشرتها. وعندي المقوره دي او اي مقوره طبعا انتي بتشتغلي بيها. بسم الله كده اهو. بس المقوره دي جميله جدا كده. وبرجع تاني وبكمل بالمقوره العاديه بتاعتنا اهي كده. طبعا بواقي البطاطس، التقويره بتاعت البطاطس مش برميها، بحطها كده في ميه نضيفه، لان البطاطس نضيفه وغسلها كويس جدا. بحطها في ميه بملح لان هعمل بيها اكل هوريكم. بتنفعني طبعا، مش بتترمى. في ناس بترميها وبعدين ارميها ليه؟ دي بطاطس اصلا حرام. وفي ناس بتفرشها في الصينيه وبتعمل عليها محشي الكوسه، بتبقى بردك جميله جدا. اهي زي ما انتم شايفين. اقوم جايبه اخر حته كده بس. طريقه سهله وبسيطه جدا. عايزه اقول لك بقى على حاجه. طبعا انا هفرزها من غير لحمه، لكن انت بقى لو انت مستعجله على الاكل وعايزه تطلعي تحطي في الفرن على طول بقى، انا هقليها دلوقتي. بعد ما بتقليها بتقومي مطلعاها على مناديل، وبعدين بتعملي العصاج. بعد ما بتعملي العصاج بتحشيها وبتحطيها في طبق فويل، اطباق فويل فل قصدي، اطباق فل، وبتعمليها بالاسترتش وبتحطيها في قلب التلاجة وبتطلعيها تحطيها في الصينية بتاعتك البايركس او اي صينية عندك بتعملي فيها البطاطس، وتحطي عليها الصلصة بتاعتها وبتدخليها الفرن. فبتبقى سهلة وما بتاخدش معاكي وقت كبير ولا حاجة. ما بتاخدش 10 دقايق كمان في الفرن، لان انتي بتبقي قلياها. في ناس مش بتقليها، بس اللي ما بتبقاش مقلية بتبقى عاملة زي المسلوقة والنشا بتاعها بينزل كده، ما بتبقاش حلوة خالص. فلازم البطاطس تتقلى، البطاطس المحشية لازم تتقلى. اهي طريقة سهلة وجميلة جدا. ومعايا مية بخل بملح، بحطها في مية بخل بملح. هعمل اخر واحدة اهي كده. وارجع تاني اهو كده. خلاص زي ما انتم شايفين بكل سهولة البطاطس وصغيرة وجميلة وبتبقى شكلها حلو قوي في الاكل. وادي التقويره بتاعت البطاطس مش هرميها طبعا، نقعيها في ميه بملح بخلي زي ما قلت لكم. هركنها على جنب لان هعمل بيها اكل. هصفي البطاطس. طبعا اعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا دي هشيلها ان شاء الله باذن الله لرمضان. زي ما انتم شايفين هحمر بقى البطاطس. بسم الله اهو كده. صفيها كويس من الزيت. وكده زي ما انتم شايفين سيبيها تشد شوية على الزيت وبعدين قلبيها.
هبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده خلاص شدت. هبدأ ان انا اقلبها كده اهو. صدقيني الطريقة دي احلى بكتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احلى من المسلوقة، من مش متحمرة، بتبقى عاملة زي المسلوقة وبتبقى تقيلة في اكلها، مش بتبقى حلوة خالص كده اهو. طبعا لما تيجي تطلعيها طلعيها كده علشان بيبقى فيها زيت اهي، وبتطلعيها على ورق مناديل اهو، اللي تحسي ان هي خلاص بقت لونها ذهبي اهو، بتطلعيها كده على ورق مناديل. وزي ما انتم شايفين بطاطس جميله ازاي. هبدا بقى احط الطاسه التانيه بسم الله كده اهو. بتسيبيها تبرد، بتحطيها في اطباق او اكياس ثلاجه، وبتحطي على عدد الاكل براحتك. عايزه تحطي في كل كيس 10 5 براحتك. انا طبعا ما بحطش كتير في الكيس لان مش بعمل بطاطس لوحدها، بعمل بطاطس وجنبها خرشوف وجنبها كوسه، فمش بعمل بطاطس بس لوحدها، فبحط كميات صغيره كده. شايفين جميله ازاي اهي، زي ما انتم شايفين كده. بصوا دي بقى ممكن زي ما قلت لك تحشيها بالعصاج وتحطيها في اطباق فل، وبتعمليها بالاسترتش وبتدخليها الفريزر وبتطلعيها على الاكل على طول، ما بتاخديش وقت وبتبقى حلوه بردك. بس انا بصراحه بفضل اشيلها كده. هبدا بقى اشيل في الاكياس طبعا على العدد اللي انا عايزاه، بحطها كده في اكياس كده اهو. زي ما قلت لك براحتك خالص، شيلي زي ما انت عايزه العدد اللي انت عايزاه اهو، زي ما انت شايفه. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا، وهتوفر عليكي حاجات كتير. وكده زي ما انتم شايفين خلصنا. عايزه اقول لكم الطريقه سهله وبسيطه جدا. اعملي طبعا الكميه اللي انت عايزاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب تكون الحلقه النهارده خفيفه عليكم وطريقه البطاطس عجبتكم، وبتمنى تجربوها، هتعجبكم اكتر لما تجربوها وتطلعي كده من الفريزر بقى وتدعي لي. ربنا يصلح الحال. استنوني بقى في حلقات تانية كتير، وهفرز لكم الفراولة والجوافة بطريقة سهلة بردك وبسيطة جدا. متنسوش ترفعوا الفيديو باللايكات بتاعتكم والتعليقات الجميلة وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.